بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا نفسي أتوب. في البداية كل عام وحضراتكم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الكريم، وكل عام وأنتم أقرب إلى الله عز وجل وأحب إلى رب العالمين. ربنا تقبل منا ومنكم إن شاء الله صالح الأعمال، ويا رب تجاوز عن أخطائنا وسيئاتنا، ويكون رمضان ده مختلف علينا السنة دي إن شاء الله. كلامنا النهاردة عن باب واسع، باب واسع قوي، بس في ناس كتير بتغفل عنه. هو باب حب، بس للأسف حب مش متبادل، حب من طرف واحد واحنا الخسرانين فيه. بس احنا لازم نفكر بعض بيه، عشان ما نقولش ان مفيش حد بيحبنا، لا فيه، بس احنا اللي مش واخدين بالنا منه. باب النهاردة هو باب الرجوع الى الله عز وجل، وقد ايه حب الله عز وجل لينا ملوش حدود، وازاي احنا اللي بنعرض عنه وبنسيبه، ومع ذلك لسه فاتح لنا بابه وبينزل علينا نعم، وبيقول لنا كل يوم يلا تعالولي انا معاكم. مش كفاية كده، في جنة بيعدها لنا من ايام سيدنا ادم مستنيانا، واحنا برضو مش واخدين بالنا من كل ده. تعالوا مع بعض كده نرجع لزمان قوي. اول ما خلق الله تعالى خلق القلم فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة، وذلك قبل ان تخلق الدنيا ب50,000 عام. ساعتها ربنا قال للقلم ان في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم وله اتباع، حضرتك وحضرتك منهم، كرمكم واصطفاكم عشان نكون من امة النبي. وده لأ ودي لأ. طب ليه؟ لحكمة احنا ما نعرفهاش. وبعد كده بدأ معانا بإشارات محبة وإقبال واحنا مش واخدين بالنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. شفت حنية أكتر من كده؟ طب في حب أكتر من كده؟ لسه الناس مخلوقة وما عملوش أي حاجة وكرمهم وخلاهم من أمة النبي. لسه الناس مخلوقة وبرضو ما عملوش أي حاجة، وبدأ معاهم وقال لهم: إن رحمتي تغلب غضبي. ومع ذلك للأسف برضو بنبعد عنه، ومش هممنا ان هو شايفنا واحنا بنعصيه، ولسه نعمه نازلة علينا ومغرقانا، اللي طلبناها ولا ما طلبناهوش. حد افتكر مثلا انه يطلب من ربنا انه قلبه ده ما يبطلش دق؟ لان هو مثلا لو ما دعاش مثلا، يعني ما دعاش ربنا ان هو قلبه ما يدقش، قلبه هيقف. لا، احنا ما طلبناش، ومع ذلك قلوبنا كلنا لسه شغالة، لان احنا معتمدين عليه ان هو من غير ما احنا نطلب بيشغل لنا قلوبنا. مع انك لسه قبل ما تنام متفرج على فيلم ومتخانق مع والدك ووالدتك، وسمعت لك كده كام اغنية على الماشي، وكلمت صاحبتك قبل ما تنام عادي يعني، ولسه قلبك شغال. مع انه مثلا لو يحق علينا ان احنا اول ما نعمل الغلط او نعمل الذنب نتعاقب عليه على طول، كان من باب اولى ان انا مثلا اول ما اتفرج على الفيلم اتعمي، او انا مثلا اول ما اسمع لي اغنية اطرش. بس هو ما عملش كده، ما عملش كده لانه بيحبنا وعايز ان احنا نتمتع في خيره. بس احنا اللي بنعمل حاجات احنا فاكرينها عادي، بس هي مش عادي.
حاجات بتقسي قلوبنا قوي. ويمكن لو حد فينا كان قرب من ربنا وداق حلاوة الالتزام وبعد كده جه عمل الذنب ده وقال عادي، بيتعب قوي ويمكن قلبه يقسى. في ناس قلوبها بتقسى وفي ناس قلوبها ما بتقساش وبترجع على طول لربنا سبحانه وتعالى. بس احنا هنتكلم عن الناس اللي بعدت عن ربنا شوية وبدلوا اخرتهم الجميلة والجنة اللي ربنا بيعدها لنا من ايام سيدنا ادم بالدنيا الرخيصة اوي. وهنا الشرع بيخاطبهم بلسان الحال وبيقول لهم: فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، كيف اتخذت غير محبته سكنا؟ وهل وجد قلبك في غير رضاه وطنا؟ أم كيف طاوعتك نفسك على الاصطبار في البعد عن رب بالعباد بار؟ فيا معرضا عن حياته الدائمة والنعيم المقيم، ويا بائعا سعادته العظمى بالعذاب الأليم، إنما هي لذة فانية وشهوة منقضية تذهب لذتها ويبقى بعد ذلك ألم وطول الحساب في وقفة يتحسر فيها من كان عاصيا ويتوب الله فيها على من تاب. فيا سعادة من أقبل على الله بكليته، ألف مبروك، ساب الدنيا دي كلها لله وعكف عليه بإرادته ومحبته، فإن الله يقبل عليه بعطفه ورحمته. يا بخته يا بخته اللي ربنا سبحانه وتعالى يقبل عليه، فإن الله يقبل عليه بعطفه ورحمته، وإذا أقبل الله على عبد أشرقت ساحاته وتنورت حياته وتنورت ظلماته، وأقبل عليه الملأ الأعلى فهم تبعا لمولاهم يستجيبون له إذا ناداهم: يا ملائكتي إني أحب فلانا فأحبوه. تخيل كده حضرتك وحضرتك ربنا ذكر اسمك وقال للملائكة: أهم دول عبادي اللي أنا بحبهم، حبوهم انتوا كمان. بذمتك مش تستاهل الجملة دي انك تبيع الدنيا دي كلها لله؟ بكت عيني بكت عيني بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، على ذنبي، بكت عيني على ذنبي، بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي، بكت عيني على ذنبي وما لاقيت من كربي. فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي ويا خجلي، فيا ذلي فيا ذلي فيا ذلي ويا خجلي،